ولكن ربي اللي خلقنا واش قال في القرآن؟ قال ولنبلونكم، هو اللي قالنا، قال نجربكم كاع، ويجربنا بالشيء اللي يبغيه هو. ما كان حتى واحد خير، كاش واحد خير. لو كان نخيروا كل واحد واش يخير، يقول يا ربي انا اعطي لي غير الصحه، نحلي واش حبيت. ما يشاور حتى واحد، هو المدبر. علاش يقول لك العبد بالتفكير والله بالتدبير، ام ذاني تحبير ربي تدبر، مدبر واحد. يلا ربي قال ولنبلونكم باش بشيء شويه برك من الخوف، زيد من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبعدين واش قال؟ وبشر الصابرين. ربي اللي قال وبشر. هذه الايتين، الايه 155 الايه 156 من سوره البقره. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، يعني مرحبا باللي اعطى الله. وربي قال في سوره الملك الذي خلق الموت والحياه، علاه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. إذن فنحن مبتلون. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذه المعاني في سنته الطاهرة، قال الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. صفوة الخلق الأنبياء والمرسلون ربي جربهم كاع. إذن هما يحبهم ربي، هم أنبياء خيرهم باش يبعثهم هداة للبشرية، ولكن ربي سبحانه جربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. هكذا نروحوا للصحابة اللي تربوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب واش قال ربي في حقهم؟ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذو الصحابة ولا لا؟ إذن يا جماعة الخير نكون عادي ونتمتع بحياتنا، نحول آلامنا إلى آمال. قد صدق الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذن ألم، بعد الألم يأتي الأمل. الأمل السيرم الاسبوار. هذا الأمل لازم نزرعوه كاع. ماشي مليح واحد يزرع لا ياس، ماشي مليح والله، ما هو مليح. حتى هذاك اللي مريض مليح نقول له طهور إن شاء الله، ربي يشفيك، ربي على كل شيء قدير، والسلام. وقع في مشاكل الدنيا وألم الحياة، والحياة مدرسة، ومدرسة جميلة جدا، حلوة بزاف. عليه يقول لك الحياة هذه هي أفضل المدارس، هي أفضل المدارس. ولكن تقول عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة. واحد باش يتعلم مسيخ ما يخلص، هذا مكان مدرسات تقول الحياة. علاش يقول لك مكل محنة تزيد في العقل، مكل محنة تزيد في العقل، مكل محنة ترنوذي العقل. والشاعر الزمان قالها، الحكماء قال جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. الناس الموازين، هذه الموازين. هذا ماشي خايف من المشاكل ولا خايف من المصايب، لا لا، قالوا ربي يجازيهم خير. وكان ما كانش هذه شكون على علمونا ناس كبار يقول لك الجوع يعلم الجوع، الميزيريا والجوع والحفا، وهذه كاع مليحه. اما درك اذا كان واحد عايش غير في الصوف النهار اللي يضربوا شويه البرد ولا كاش ما يصرالو الشوكه بقى على خير، او كيف يصمد لذلك مليحه. وهذا منطق الشريعه يقول هذا. وكذلك المجربين، وسال المجرب لا تنسى طبيب. يلا ما نقولوش ما تنساش طبيب خاطر باش ما يزعفش طبيب، قال لا تنسى طبيب، يعني لا يزوج.